تعالوا بقى النهاردة هنتكلم في آخر حاجة هيكون بينتجها لي برنامج الأكسس وهي الريبورت. ده لو أنا عايزة أعمل تقرير عن الجداول اللي موجودة أو الكوير اللي موجودة عندي ببتدي أعملها إزاي. طبعا هدخل برضو على كرييت. لو أنا عايزة أعمل لجدول واحد ممكن أختار أعمل كليكاية على الجدول وأقول له ريبورت. على طول هيطلع لي الريبورت بالديفولت بتاعته بالحاجة بتاعته وكل حاجة موجودة فيها، يعني الاسم والفيرست نيم. طبعا لو انا هبتدي هظبط الريبورت بتاعي او شكل الجدول الصفحة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. طبعا الجزء المنقط ده يعني كده ان انا اخد صفحتين. طيب انا لو عايزة بقى ابتدي اظبط الدنيا فببتدي اجي من عند الفيو مثلا لاي اوت. ممكن ابتدي يعني اظبط اللي هو الكولمز معايا بالشكل ده، بحيث ان الكولم الكبيرة دي اصغرها بحيث تبقى جاية على قد الكولم بتاعي او الدنيا بتاعتي. اصغرها معايا بالشكل ده الكولمز بحيث الصفحات تظهر معايا. تمام كده، يعني ادي الصفحة ظهرت معايا. طبعا انا ممكن برضو الون الكلام بتاعي في ان انا ممكن اعمل سيلكت وهلاقي فيه في الجزئية بتاعة الفورمات بقى ابتدي الون الحاجات اللي انا عايزة الونها. برضو اعملها بوم، اعملها ايتاليك براحتي، اشوف انا عايزة الحاجة هتبقى عايزة شكل الطباعة يكون عندي عامل ازاي. ده لو بالنسبة لو عندي تقرير واحد هعمل تقرير على جدول بكامل تفاصيل. طيب لو انا هعمل تقرير بقى على مثلا حاجة في الجداول اللي موجودة عندي، ومش بس كده أنا عايزة أعمل فيه بعض العمليات الحسابية وعايزة الجدول يبقى التقرير يبقى منظم. يعني مثلا لو أنا جيت قلت إن أنا في الجدول ده عايزة أعرف العيادة، دخل العيادة A1 راح لها مين ورتب لي الأسامي أبجديا ويقول لي هو كل واحد دفع كام، وقول لي وعدد الزيارات كانت كام، وقول لي متوسط الزيارات في العيادة دي قد ايه، وهم دفعوا التوتال في الاخر كلها كام. طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ لان انا كده محتاجة تفاصيل كتيرة في التقرير. انا تقريبا محتاجة تقرير تفصيلي عن العيادات اللي موجودة عندي. طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي برضو من كرييت واختار الريبورت ويزر وابتدي اختار منها الجداول برضو اللي فيه ريليشن شيب او فيه علاقه ما بينهم علشان ما يحصلش فيه تكرار لبيانات انا مش محتاجاها. هاخد مثلا البيشن ريكورد وانا وليكن مثلا مش هاخد البيشن اي دي، انا هاخد الفيرست نيم بتاع المريض، هاخد الكلينيك اي دي. مش هيهمني حاجه في الجدول ده تاني، انا محتاجه عدد الزيارات والدفع كام في اخر في الجدول التاني اللي هو البيجن فيزيت. ممكن اخد البيرث ديت، التاريخ الميلاد. تمام. واجي مثلا في الجدول التاني بتاع البيجن فيزيت فاكون عايزه وليكن النمبر اوف فيزيت، عدد الزيارات بتاعتي. ممكن اخد من ده اخد الكلينيك اي دي عشان ممكن اشوف هنرتبه تاني ازاي، وهاخد التوتال فيد بتاعتي. طيب انا ممكن بقى بالشكل ده ان الارقام او الحاجات ابقى انا اخدت النيم والكلينيك اي دي والبيشن اي دي. طب انا بعد ما حطيت البيشن اي دي انا مش عايزاه، فابتدي اقول له لا رجحهولي تاني، فابتدي ادوس على السحب. يبقى انا دوست عليه غلط. يبقى الاسهم اللي موجوده هنا دي طبعا واحد، يعني انا بختار سيلكت على الفيلد اللي انا عايزاه وبضيفه. الاتنين دولت يعني انقل لي كل الفيلدات اللي موجوده في الجدول. والعكس صحيح هنا، لو هي انا اخترتها مثلا بالغلط او رجعت في كلامي وعايزه ارجعها تاني للجدول او الجزئيه دي اللي هي الافيلابل فيلد، برجعها من خلال السهم او السهمين. طيب ببتدي اعمل نيكست. هيجي هنا بيقول لي ايه؟ Do you want to add any group level؟ يعني انت عايزني اقسم لك الناس او البيانات او التقرير لاي ليفلز انت عايزها؟ هقول له انا عايزاك تقسمها لي ليفل بس بناء على الكلينيك اي دي. يعني العياده A1 حط لي البيانات تحتها، العياده A2 حط لي البيانات تحتها. فده تقسيمه الليفلز او المستويات اللي انا عايزاها.
فابتدي ارجع اقول له اختار الفيلد اللي انا عايزه اقسم بناء عليه، وابتدي ادوس على السهم ده، فهلاقيه عمل زي ما احنا شايفين هنا الكلينيك اي دي لوحدها في ليفل لوحده، واللي باقي البيانات اللي تحت هتكون في ليفل تاني اقل منها، او هتبقى ديبند او هتعتمد على البيانات دي هيبتدي هو يحطها بناء على الكلينيك اي دي اللي هو الليفل الاعلى. طيب ابتدي اعمل له نيكست. هيجي هنا يسألني بعض الحاجات، يعني انت مثلا محتاجة ان انت ترتبي حاجة، فاقول له مثلا رتب لي الاسامي. هو هنا كله اسندنج، يعني ترتب لي ترتيب تصاعدي، فاقول له مثلا رتب لي الاسامي اسندنج. مثلا النمبر اوف فيزيت رتبها لي اسندنج، فيبتدي يظبط ويعمل تباديل وتوافيق ويشوف الدنيا هتترتب معاه ازاي، عشان يبقى برضه زي ما بقول في الاخر الدنيا تبقى واضحة. هلاقي فيه هنا اوبشن ظاهر معايا وهو بيقول لي السمري اوبشن. السمري اوبشن ده او بيظهر معايا لما انا بكون مختاره فيلدات افيلبل اللي هي يتعمل عليها عمليه حسابيه. طيب انا كنت مختاره النمبر اوف فيزيت والتوتال فيه. النمبر اوف فيزيت هلاقي العمليات الحسابيه اللي بتتعمل عليه يا سم يا افريج يا مينيمم يا ماكسيمم، تقريبا دي الحاجات الاساسيه. انا لما باجي اسال في اي تقرير يا بقول اديني اعلى حاجه يا اقل حاجه، يديني المتوسط يجمعهم لي. فعلى حسب انا بسال دي اغلب الكويشن او الاسئله او الحاجات اللي هتبقى مطلوبه لو انا بختار فيلد فيه يتعمل عليه عمليه حسابيه. فمثلا النمبر اوف فيزيت ممكن انا اقول له عايزه الافريج بتاع عدد الزيارات، يعني اللي بيروح العياده رقم ايه واحد، متوسط عدد الزيارات بيروحوا كم مره، يعني مره اتنين تلاته، فعلى حسب كل عياده. يعني في عيادات مثلا لو هو خصوصا زي ما قلت ان هي دي كانت عياده دكتور اسنان، فعيادات الاسنان الشخص لما بيروح اقل حاجه بيروحها مرتين او ثلاثه. ممكن حد يكون اللي بيعمل عمليات اكتر او حاجة تانية فهيقعد زيارات اكتر غير دكاترة تانيين. يعني لو بروح لدكتور مثلا لحاجة تانية هتلاقي ان الزيارة مرة زيارة ومرة كشف، فعدد الزيارات بالنسبة لي اقل. فلما باجي اسأل على حاجة ببتدي اسأل زي ما قلت يا على الاعلى يا اقل يا افريج يا المجموع. طبعا انا هقول الافريج متوسط عدد الزيارات، والتوتال فيد انا عايزه اعرف العياده دي بتكسب كام في الاخر. يعني مثلا دخل للعيادة دي 5 أشخاص، ال5 أشخاص دول دفعوا كام في آخر المدة، فببتدي مثلا أقول له عايزة التوتال فيه. ابتدي أدوس أوكي وابتدي أعمل إيه نكست. طبعا برضو هنا هيغيرني من الشكل، فأنا بحب اللي هو الشكل الستيبد ده اللي هو هيبقى متقسم لحاجات في أشكال مع بلوك أوت لاين، على حسب بقى كل حد حابب يختار الشكل عامل إزاي. ابتدي اقول له نكست. طبعا هيطلب مني ان انا اسمي وابتدي اعمل هلاقي طبعا هنا هو فتح على الجزء بتاع البرنت بريفيو على طول. طبعا هنا دي برنت لو انا عايزه اطبع، يعني الداتا عندي بس هو لسه الريبورت محتاج تظبيط، فانا مش هشتغل عليه دلوقتي. بس قبل ما نقفل الصفحه دي هنلاقي ان في الصفحه انا عايزه اطبعها على صفحه عامله ازاي E4 E5 لتر وات ايفر الصفحه اللي انا هطبع عليها. هلاقي كمان عندي الجزئية بتاعت الهوامش، انت هتعمل على الهوامش نورمال وايد نارو على حسب الداتا بتاعتك والصفحات وانت هتطبع ازاي. برنت داتا اونلي هتطبع البيانات فقط. طبعا هنا عندي الاوضاع اللي هو اللاندسكيب او البورتريه، الزوم لو انا عايزه اكبر. كل الحاجات دي احنا درسناها قبل كده ببرنامج الوورد والاكسل، فاحنا عارفينها هتكون موجوده ازاي. طيب خلاص انا مش عايزه المكان دلوقتي طبعا دي زرار برنت. طيب انا مش عايزاه دلوقتي، انا لسه هعمل تعديلات، هنشوف هنرجع للصفحه دي تاني ازاي. هعمل كلوز للبرنت بريفيو، هلاقيه اوتوماتيك نقل لي على البرنت ديزاين او سوري على الفيو ديزاين، على اساس ان انت طالما انت مش عايز تطبع يبقى انت اكيد هتعمل تعديلات. فعلى حسب انا عايزه اضيف مثلا في الفورم مثلا احط الداتا تايب بتاعي مثلا
هنا هيظهر معايا البيج نمبر. ممكن اجي كده في الفوتر تحت واقول ان انا عايزه البيج نمبر بتاعي يظهر معايا، فهلاقي في ممكن اقول له الرقم الصفحه بس، ولا الرقم الصفحه من كام صفحه. فاقول له انا رقم الصفحه من كام صفحه، واقول له اظهره لي. هو بيقول لي في التوب اوف بيج، يعني في الهيدر ولا في البوتون اوف بيج، انت عايز تظهرها فوق ولا تظهرها في الهيدر ولا في البوتون. لا، انا هظهرها في البوتون، وابتدي ادوس ايه، اوكي. آه انا بقى مثلا عايزه اشوف التعديلات الدنيا واشوف الكلام بتاعي، لان الكلام انا هنا داخل على بعضه. فممكن اعملها ده من وضع البيج لاي اوت، من وضع الفيو لاي اوت. هيبتدي تبقى ظاهره الدنيا معايا اكتر كده، اوضح. هنلاقي هنا بصوا الكلينيك اي دي A1، في هنا الفيرست نيم، الاسامي اللي هو اسامي الاشخاص اللي راحت. مثلا انا عايزه اصغرها شويه. مثلا النمبر اوف فيزيت انا عايزه اجيبها بالشكل ده عشان هي البيانات بس داخله على بعضها شويه. اوكي. في مثلا التاريخ، احنا عايزين بس ده كده التاريخ. وابتدي اظبط الشكل الجدول بتاعي علشان لما يطبع يكون الدنيا واضحه معايا. طبعا الحاجات الشباك معنى كده ان هي ضيقه، محتاجه ان هي توسع. ممكن ابتدي يعني اعمل لها فورمات على حسب انا عايزه اعملها ازاي. مثلا البيانات عندي هعملها بالاحمر، واعملها بولد، احمر وبولد. تمام. ومثلا البيانات اللي تحت انا عايزاها وليكن تبقى باللون الازرق. لو انا عايزه البيانات معايا في النص بالشكل ده، مش هعملها بولد مثلا. هختار الايه بقى تبقى مثلا ليها باك جراوند وليكن خلفيه. ممكن اعملها لون تاني مختلف خالص، وليكن مثلا ممكن اعملها ممكن نعكس، نحط هنا الخلفيه لون غامق، وليكن مثلا اللون ده. واكتب اخلي الكتابة عليها بلون فاتح وليكن بالشكل ده مثلا. وممكن اعملها بولد مثلا لو انا عايزة اكبرها شوية الارقام. يعني عايزة اغير شكل الكتابة بتاعتي، خليها مثلا بالشكل ده. لا، الشكل ده مش واضح، خلينا نختار شكل تاني واضح وليكن ده مثلا. يعني هلاقي هنا بقى يا شباب ادي مكتوب عندي الفيرست نيم. ممكن طبعا نصغر برضو الايه دي عشان هي كده كبيرة شوية. ادي الاسامي، وادي هنا مرتب الزيارات. هو مرتب الاسامي ابجديا اهو، ومرتب الزيارات عددها، لان انا قلت له رتب لي الزيارات على حسب ابجدي. بس هو عشان رتب الاسامي الاول ابجديا، فهنلاقي فيه خلل في عدد الزيارات. يبقى انا لما اجي اديله رتب حاجه ابجديه بيكون عنصر واحد، ما ينفعش اكتر من عنصر عشان بس الدنيا ما تتلخبطش معي. هنلاقي بقى تحت هنا الصم اللي هو ده كده الرقم بتاع المجموع بتاع كل عيادة دخل لها كام. طبعا انا ممكن برضو احط البيانات دي في جدول او في حاجة تبقى واضحة يعني. خليها معايا مثلا بالشكل ده، اعملها بوم، اكبرها شويتين مثلا بحيث ان الرقم يبقى باين. ده كده العيادة الأولانية دخل عندها أكتر من واحد معايا بالشكل ده، مثلا حوالي 6 دفعوا 300 300 200 500 600، يعني التوتال في الآخر 2300. طيب متوسط عدد الزيارات، احنا طبعا ممكن نقرب دي هنا كده تحت عدد الزيارات، فده الافرج بتاعي. هلاقي ان متوسط عدد الزيارات حوالي 3.8 يعني في الغالب، لان في عندي زيارات 3 وزيارات 2 وزيارات 5 وزيارات 6 وزيارات 4، فالمتوسط بتاعها حسبها لي 3. ده شكل الجدول في الاخر خالص، واقدر ابتدي اطبعه. يعني هو دلوقتي كده ادي شكل الجدول بتاعي. طبعا انا براجعه في الاخر. ادي ده كمان حتى هو مديني التوتال بتاع كل العيادات، الجيرالد توتال بتاع كل العيادات في الاخر هي دفعت كام. والمتوسطات بتاعت المتوسطات اللي موجودة عندي
او بتاعه العيادات اللي موجوده عندي، بس هو ده التوتال بتاع الحسابات بتاعه الجمع بتاعتي كانت كام. وقال لي هنا انت عملتي الموضوع ده صفحه من صفحه واحده، احنا مش داخلين في اكتر من صفحه، ادي التاريخ والوقت كمان موجودين معايا بالشكل ده. طيب خلاص انا عايزه اطبع الريبورت بتاعي، هبتدي ارجع للديزاين بتاعي تاني وادخل على تابة البرنت بريفيو، وساعتها هتبقى خلاص انا هشوف بقى البيانات بتاعتي خلاص كده هتطبع، ببتدي اعمل لها عملية برنت مباشرة.